اسمه الحقيقي شون جون كومبوس. اتولد يوم 4 نوفمبر سنة 1969 بالتحديد في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. والده كان اسمه ميلفن، وكان على صلة كبيرة بعالم الجريمة المنظمة، وكان في تقارير كتيرة بتقول إن هو على علاقة بالعصابات الكبيرة في تجارة المخدرات في مدينة نيويورك، ولكنه اتقتل قبل ما ابنه شون يكمل 6 سنين. أما والدته كان اسمها جانيس، وكانت بتشتغل عارضة أزياء. وبعد ما زوجها اتقتل اتنقلت هي وابنها يعيشوا في منطقة اسمها ماونتن فيرنون، ودي ضاحية قريبة من مدينة نيويورك. هناك ابتدت تربي ابنها لوحدها، والغريب ان ديدي من وهو صغير ما كانش ابدا بالشخصية اللي الناس عرفتها بعد كده. كان طفل هادي وطفل مؤدب ومجتهد في الدراسة بتاعته، كمان كان بيدرس في مدرسة كاثوليكية خاصة، وكان معروف بالنشاط والطموح لدرجة ان هو اشتغل فترة مساعد في كنيسة تحت اشراف السيس. ايوه، تحت اشراف السيس، وده اللي هيخلي اللي حصل بعد كده اغرب بكتير. المهم بعد ما دخل جامعة وورد ما كملش التعليم بتاعه، وقرر ان هو يسيب الجامعة ويجري ورا الحلم بتاعه في عالم الموسيقى. ابتدى كمتدرب في شركة انتاج موسيقى، ولكن وجوده هناك مطولش كتير. الادارة كانت بتشوف ان هو شخص مندفع جدا وبيصرف مبالغ ضخمة على الانتاج والدعاية، وكان بيصمم ان كل حاجة تطلع بالشكل الفاخر حتى لو الميزانية ما تستحملش كده. وده خلى الخلافات بينه وبين المدير التنفيذي أندريا هارل تكبر لحد ما في النهاية اتفصل من الشغل. ولكن طريقة الخروج بتاعته كانت ملفتة جدا. بيتقال انه بعد ما عرف بقرار فصله